أخيرا يا سيدي الأهلي تعاقد مع مدير فني الدنماركي يس توروب. هو كان لاعب موهوب، تمام. وما يعنينا مسيرته التدريبية، هو بدأ تدريب في 2011، درب في الدوري الدنماركي ودرب في الدوري الألماني ودرب في الدوري البلجيكي. بطولاته كلها، يعني اختصار الموضوع، هو أخد الدوري مرتين، مرة مع ميتلاند ومرة مع كوبنهاجن، واخد الكاس مع ايسبرج. مسيرته التدريبية فيها 3 بطولات بس. درب منتخب الدنمارك تحت 21 سنة، تمام. وصل معاهم نص النهائي اليورو 2015، فاز على مانشستر يونايتد مع ميتلاند الدنماركي، وفاز بالدوري زي ما قلنا مع كوبنهاجن. يعني فاز مرة بالدوري مع ميتلاند ومرة مع كوبنهاجن، والكاس زي ما قلنا اخده مع ايسبرج الدنماركي برضه. درب اوكسبورج الالماني، ومدير فني شخصيته قوية، بيعتمد في اللعب على 4-3-3 ومشتقاتها، 4-4-2 ومشتقاتها. الأهلي اتفق معاه على 200 ألف دولار شهريا في السنة، 2 مليون و400 ألف دولار.